برنامج صورة مصرية ما زلنا مستمرين ومعاكم صاحب الفرح، والليلة دي صاحب الإنجاز والفضل يرجع للأستاذ عمر شحاتة. نقوله الداعم الأول لأوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية إدارة مركز كفر الدوار التعليمية. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ عمر. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وكل عام وحضرتك بخير وكل سنة وأنت طيب إن شاء الله. نورتنا وشرفتنا. الله يكرمك. احنا شفنا زي ما شفنا دلوقتي أوائل الإعدادية وأوائل الابتدائية من عندكم. كلمنا بقى أنت إزاي وصلت الولاد دول للمستوى اللي هم فيه، وإزاي يبقوا من قرية من قرى مركز كفر الدوار ويطلعوا الأوائل على أبناء المدينة أو اللي هم أبناء الحضر بمعنى صح. أولا هو العلم ده مش حكر على حد، وبعدين العلم ده مهم وله أهمية كبيرة، ودي الرسالة الأولى اللي احنا حابين نوصلها للطلبة كلهم، إن الإسلام نفسه كان داعم للعلم. المصريين القدماء أول ما اخترعوا الكتابة وكانوا بيكتبوا على نبات البردي وبيكتبوا على جدران المعابد، ودي كان يعني اهتمام التعليم. حتى الكاتب المصري كان بيحظى باحترام وتقدير من المجتمع بشكل كبير، وكان الكاتب دي مهنة كان يستطيع صاحبها الوصول لأرقى المناصب بسبب إن هو إنسان متعلم. حتى القرآن الكريم أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فده كناية إن الدين الإسلامي بتاعنا بيحسنا على الاهتمام بالتعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقه إلى الجنة. طب الولاد دول احنا بنتكلم على الولاد دول، يعني هل تعبت معاهم؟ هل لقيت فيه يعني صعوبة انك توصلهم ليه ان هم يبقوا اوائل الإدارة؟ بص حضرتك، كل مكان في مصر بالذات في عناصر تستحق ان انت تشجعها. الطلبة ديت لما بدأنا اشتغلنا معاهم واحدة واحدة وبدأنا نفهمهم وبدأنا نستخدم أسلوب علمي تربوي كويس معاهم، طلع النتائج اللي حضرتك شفتها. للسنة أو للعام الثاني على التوالي الأول على إدارة مركز كفر الدوار من مدرسة صدقي تعليم أساسي. وهنا حابب نوجه رسالة شكر للسيد مدير المدرسة الأستاذ حمدي المحمدي وجميع أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، وده طبعا مجهود كبير ناتج عن إدارة حكيمة المفروض تتمثل في الراجل المحترم الدكتور وليد زغلول مدير عام إدارة التربية والتعليم إدارة مركز كفر الدوار التعليمية، إن هو بيوفر للمدرسة كل حاجة بتحتاجها وبيوفر لهم كل الإمكانيات. أما بالنسبة للطلبة دول أولادنا ودول الزرعة بتاعتنا. الزرعة بتاعتك أول حضرتك ما تهتم بيها اهتمام كويس من أول ما تحطها في الأرض، أول الزرعة بتاعتك بتبدأ تجيب محصول كويس ونتيجة كويسة، أنت بتبقى مبسوط. يعني حضرتك بتزرع الزرعة وبتجني الثمار في الآخر عشان تحصد ثمار خير وثمار كويسة، والزرعة بتاعتك هي الأولاد. بص يا أستاذ محمد، الأولاد دول أغلى حاجة عندنا، لأن العملية التعليمية كلها سواء إدارة أو وزارة أو مدارس أو مباني أو الكلام ده كله قائم عشان مين؟ عشان الطالب. فأنت لازم العملية التعليمية كلها الهدف بتاعها الطالب، فأنت لازم يكون اهتمامك بالطالب أكتر من الاهتمام بالحاجات التانية. فالطالب ده إحنا بنربيه الأول. عندي شباب في المرحلة الإعدادية ممكن شاب يبقى يمشي ورا حد تدخين والكلام ده كله، احنا بنحاول نجيب الطلبة دي على الطرق الصحيحة ونحاول ننصح. يعني انتوا حضراتكم بتعملوا تربية قبل التعليم، يعني بتربوا الأول عشان في منطقة ريفية بتعملوا التربية الأول وبتطبقوا التربية الأول. مظبوط يا أستاذ محمد، حضرتك عارف إن الشعار بتاع الوزارة الأول التربية والتعليم. تمام. في التربية سبب التعليم، وإحنا كمعلمين المعلم أصلا أساسا في الأساس هو أهم من الوالد. ليه؟ الوالد انا وحضرتك وكل الناس موظفين شغالين، ممكن ما اشوفش ابنه غير ساعه وساعتين في اليوم. لكن الطالب من اول ما بيطلع من الصبح لحد اخر النهار قدام مدرس. فانت كمدرس ليك رساله تربويه كأب تربي اولاد الناس. ربنا سبحانه وتعالى خصك بنعمه ان انت متعلم، لان العلماء ورثة الانبياء، ولما ربنا سبحانه وتعالى يشبه انسان بنبي ده كناية عن التعظيم والاجلال. اكيد طبعا اكيد. طب كلمه بقى تقولها للولاد وتقول لهم ايه في الاحتفاليه الجميله دي، وتقول لهم ايه النهارده؟ والله انتوا اولا فرحتوني، نتائج المحترمه لما تتكلم على المركز الاول في جميع الصفوف، وانا عندي المركز الاول اداره مركز وبندر كفر الدوار. وبرضه في نقطه تانية حابب اوصلها لهم، ان المجهود ده مش مجهودي لوحدي، ده انا مدرس ماده من ضمن 5 مواد، مواد اساسيه وثقافيه وعلميه. فبنوجه الشكر لجميع المدرسين اللي هم ساعدوني في ان الطلبه دي توصل للمرحله دي وللمكانه ديت، وان شاء الله باذن الله
زي مدرسه صدي تعليم اساسي حصلت على المركز الاول على اداره مركز وبندر كفر الدوار في المرحله الاعداديه. احنا عندنا نماذج تانية طالعه من الابتدائي وتانية اعدادي، نماذج تقدر تمثل المدرسه تمثيل مشرف. ان شاء الله احنا بنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نجي لك في نجاحات تانية ومن نجاح لنجاح. وشكرا جزيلا استاذ عمر شحاته، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك استاذ محمد، وان شاء الله باذن الله نلتقي مع حضرتك في نجاحات اكتر من كده ان شاء الله، وكل عام وحضرتك بخير. طيب يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع احد النماذج المشرفه والصور المصريه المشرفه، مربي الاجيال الاستاذ عمر شحاته وابنائه المتفوقين والمتفوقات في المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه. انتظرونا ولقاءات جديده وبرنامجكم صوره مصريه.